اختار كده كرة سحرية من التلاتة دول وتعالى كده هقولك السحر اللي هيقولهولك ايه هو. اهلا بيكم في قناة مايلاند. النهاردة كده هنعمل ماجيك او سحر. اختار البلورة السحرية وتعالوا كده نشوف هتقول ايه السحر عنك. لو اخترت رقم 1 تبقى انت رومانسي ومحب جدا، ممكن بسهولة قوي تكون صداقات مع اي شخص، ميال ومؤمن بلطف الاخرين وصدقهم، وللسبب ده بيلجأ ليك كتير قوي من الناس علشان خاطر تساعدهم، ومع كل الصفات دي صعب التعامل معاها وبتلاقي كده صعوبة في تجاربك الجديدة. لو كان عندك فهم واضح لاهتماماتك وقيمك، لو كنت عارف عاوز ايه والاهم منه مش عاوز ايه، فاسمع كده لنفسك مش اللي بيقولوا اللي تعرفهم او مشاهير الاعلام والاعلانات. انت مش ممكن ابدا تواكب الجميع ولا حتى ترضيهم. ده الوقت المناسب علشان تختار مين انت، لانك الفترة الاخيرة دي كنت مركز اكتر ومخلي اهتمامك باللي بيعتقدوا الاخرين عنك واللي بيعملوه، بتقارن كده نفسك او النتائج ببعض. نظم نفسك وحدد اولوياتك وامشي كده على نظام وخطة معقولة واشتغل بجد وهتنجح اكيد. رقم 2، انت مهتم بكل شيء عادي وغريب. في الغالب كده حياتك مليانة بالاحداث اللي مش بتعرف تفسرها بالكلمات، واهتمامك بالحاجة دي بيساعدك انك انت تلاقي الحقيقة وكمان تشوف الحاجة الحقيقية للأشياء. ولو كنت واعي هتعرف تنفذ. في حاجات كده في حياتك بتحصل كتير عظيمة. علم النفس بيقول ان الأنشطة الجديدة بتدي كده الناس طاقة إيجابية ومشاعر جديدة، كمان سعادة على المدى الطويل. ممكن تختار اللي عاوزه، بس في شرطين لازم يكونوا موجودين. لازم ما تكونش عملته قبل كده خالص، وانه يكون بتنسيق مباشر وغير متصل. اللي انت عاوز تعمله ده بقى هيرجع ليك. احتمال تكون حاجة مثلا حلمت بيها زمان انك انت تعملها وانت طفل، بس ما جربتش انك انت تعمله ابدا. وفي الاخر سعادتك معتمدة على الانا الداخلية. رقم 3، انت بتعرف كويس قوي تستوعب المعلومات الجديدة وتستخدمها كويس. بالنسبة لك المعرفة بتلعب معاك دور مهم جدا. انت بتكره تشويه الحقيقة واهتماماتك واسعة جدا، وبتعرف تقريبا كده توصل للجميع. وبسبب بقى اختيارك للكرة التالتة دي، عليك انك انت تعرف ان التنوع ليه كمان سلبياته. الكتير منه كده بيخليه ملل عاطفي وغير حساس. وعلشان خاطر ترجع كل شيء لحياتك، مفيد جدا انك انت تكون عارف حتى لأكتر المواقف التافهة. زي مثلا انت من امتى ماكلتش اكلتك المفضلة؟ هو طعمها كان عامل ازاي؟ طب كنت بتحس بايه وانت بتاكلها؟ هي فعلا عجبك؟ وايه اللي كان عجبك كده فيها؟ من التمارين كده الجيدة والكويسة انك انت ممكن تاخد قطعة شوكولاتة وتاكلها كده وعينك مغمضة. الحاجة بقى المثيرة للدهشة ان كتير من الناس بترفض الشوكولاتة وكمان بتكرهها، وعلى العكس تماما في ناس شايفة افضل الصفات في الشوكولاتة. لو بنفس الطريقة اللي قلتها لك على الشوكولاتة ده جربت في حاجة انت اصلا بتفضلها، هتكتشف اكيد كتير من الاشياء الجديدة. لما بتفقد كده الحساسية بتفقد معاها الاتصال بجسمك وكمان حدسك. انت روحك نقية كده زي الاطفال وحساس لكل انواع السلبية. بتهتم دايما بقوتك الداخلية وحماية نفسك وكرامتك. عندك جوهر أخلاقي الناس أصلا نفسها يكون عندها، وده بيخليك انك انت تعرف تقاوم الإغراءات البشرية. بص كده حواليك واجمع كل حاجة ملهاش لازمة واللي ما استخدمتوش واللي استخدمته لأكتر من سنة، وشيله كده من دولابك وشقتك وحياتك. الأشياء ليها وزن للطاقة، وفرصك محدودة وسعادتك موجودة في توفير فرص للتوسع. قولولي في الكومنتات اخترتوا ايه؟